وعدنا بن عبد الرزاق بن معمر وحدثني محمد عبد الله بن مريم بن هارون وعدنا بن مغري محمد بن عثمان النبلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج اخبرني زياد كل عن ابن شهاب باسناد مالك وحديثه باتي كل جل غيث درس المشابي وليس في حديث احد منهم رجع بركتها الا في حديث مالك وفي حديث وزياد من النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اشتكى فسال نفسه بالموازات ومسحه بيده باب استيباب الرقية من العين والنملة باب خنا دوا غرچون جالتمون دبتن اجنا مارا والنملة غفلارا والحمة وان سمي كبار راجچو والنذرة اما سلال چگتے جن فان نمل التر راجچو ايني بنظران تقما حدثنا ابو بكر النبي شفادنا علي بن مسلم الشيباني نذر الله من رسول النبي قال سالت عائشه عن الرقيه فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الانصار في الرقيه من كل ذي همه حدثنا يا ابن اخبرنا وشيء من المخيلة عن ابراهيم بن الاسود عائشه قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل بيت من الانصار في الرقيه من الامه حدثنا النبي شفاعه ابن ربيع والنبي عمر واللفظ للنبي عمر قال وذنا اسمع ان عبد ربي بن سعيد انا نمرت عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اشتكى الانسان الشيء منه او كانت ما تجي نبي تو كا مسار روان تكا او كانت بي قرات او ونن بابا ستات تكاو مداورا نمجيچو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشار رسول الله رسول ربي كبسات الني شارجن هكذا وضع سبحانه وهو بالارض ذكر يجو ثم رفع بسم الله تربته بسم الله يجا مقارب بيتني ولانا تربة أرضنا هذه تربة أرضنا تم بيتين ياتي بريكة بعدنا ممزوجة بريكة بعدنا غريان تفخين الله كم على تاتين يشفى به سكيمنا بإذن ربنا أكنجا قال النبي شيبة يشفى وقال زيد يشفى سكيمنا أدنى النبي شيبة أبو كريب إسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال بكر أبو كريب واللفظ لهما حدثنا ما بن شرين بن سار حدثنا عبد بن الغاجر عن ابن شداد الناشط أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر أن تسترقي من العين حدثنا محمد بن عبد الله بن مريم قال حدثنا أبي حدثنا مسار بهذا الإسناد مثله باتي أبي قرأ خانز درسا مثال محمد بن بجري قوتن وعبدنا بن مريم حدثنا أبي حدثنا سفيان أما بن وقائد بن عبد الله بن شداد الناشط قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر أن أسترقي من العين وحدثنا من أخبرنا أبو غيث متناسب الأول أن يوسف بن عبد الله أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين وحدثنا أبو النبي شيخ حدثنا يا ابن وادم سفيان وحدثني زيد بن ربيعة بن عبيد بن عبد الرحمن حدثنا حسن وابن صالح كلاهما ناس من يوسف بن عبد الله أنس قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والنملة وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث حدثني أبو الربيع سليمان بن داوود حدثنا محمد بن حرب حدثني محمد وليد بن الزبيدي الزهري عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارة في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رابيوجها صفعة بطلوا من تكوج رجن فقال بها نزرة فاستقوا لها يعني دوبي سيدنا لال تجن نجرا دوائسي بربادا جللا حدثني عقبة بن مكرم يعني بيوجها صورة دالچو من تكفو لسويتي أكرتنا ما مواني تلوفتي أكرتي خنو وننو بوريساتون ملتو نما جنين دويتون دي بيخانين كاما ساخنا ببراو قامني كسي ببروينا نمشي جنين تلوه دي ملالا كانما برس كابوت كانما برسي سنتين برتا انتو لالا لال جنين تجيرا جيشو آية حدثني عقبة بن مكرم من عمي أدنى أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو زبير بن جابر الله يقول رقص النبي صلى الله عليه وسلم لحزم في رقية الحية وقال جويرا سمي جويرا داورة شوكيست وقال دوبا نجي لأسماء بنت أميس مال يرى أجسام بني أخيدا مال تناسبته أرانين أركاجا قام إلمان بليس خوتي بارعة هكتو تون أركا تصيبهم الحاجة مسكين ما تجرى جنين قالت لا لكي مسكين ما مجت وان يتنك بني ولكن العين تسرع إليهم أمو إجنما جولة تجرى جرى أجت قال نبي ربي جنين أركيهم دوا بربادي بخاجنين قالت فعلت ولي فقال أركيهم التيم في دماسي دوا قد يفجنين دوا دي من ما دوا قد بلغي سلالا أما نمي تكو ملتون نما جنين دو يتيم ما سنو بيغنين قامل ساكما قد ديمو دينكم كيسا دوما ديمو نمي چغنا مسي جنين تجرى جيچو أسر رابيغن وقچو لالا ملتون آيان وحدثني امام بن مالك دينار وابن عباده دنا ابن جريج اخبرني ابو سفيان بن جابر بن الله يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقيه اليد لبني عمرو
قال أبو الزبير وسمعت عبد الله يقول لدخلت رجلا منا ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أركي قالوا في جنين قال من استطاع منكم أن ينفخ فليفعل نمشي سنة رب الإنسان فيدو دندي ها قالوا في خاجل الله ما لم نسي هذا جيتو أما دوا بريتو نيرتي لكن أما دوا دان أراتنا راشا لمن برين ما نتيوني قرتيب تاني بيخا إيمان خنا كم نلالا نتيقون وان كم نبكانغا هندندينيو كراتي كراني بكانغا هندندينيو أما تكمل لمن دندينيو نمي تو كم دلقا جاسراني كرابر هندندينيو وان خيشخين يانا تكادا أما يو دلقا جاسراني دلقا دلقا تكتي زمالي كراو سندندينيو وان تكالي يوم دوا قلو سيني خلاص كمان كنا دومتي كوسونيتو كرشمتي كو غرتنا مرة أركن نخناتو فوري نونكوتا كراتي تنجي چوم مرة دين كنا بكانجي چون دندنجي چو كراسي سو دندنجي كراو سندندنجي وما تكتو كوتا كوي جبن تقول لا فانا آية وعدني سيد بن يحيى الأموي حدثنا أبي حدثنا من جريج بهذا الإسناد باتي أبي جرى قادر سالم جريجيتي غير أنه قال خانز رسال مجريجي قم بإلاله قال فقال رجل من القوم أركيه ني والله ناجي يا رسول الله ولم يقل أركي إن جنة حدثنا أبو النبي شيخ أبو سيد الأشج قال حدثنا وكيل الله مشى نبي سفيان جابين قال كان لي خال يركي من سمعي تكوتو خا جوي قلت سمي جوي رانا مولا روتيجي فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى رسول دوبا رقاة راني دوركن قال فأتاه رسول الله في الناس فقال يا رسول الله يا رقم ربي عن الرقى أتي دوا قولوا راني دورك تيجي وأنا أركي من العشرة جوي راني نما ولانا فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل دورك يعني تنجي نبي لا دورك تشركين كيسي يترى دورك وعدنا اسم من النبي شيخ قال حدثنا جرير مشي بهذا الإسناد مثله باتي جرير قدا درسا مشيت خانس وكي قدا حدثنا ابو قريب بن حدثنا ابو معاذ حدثنا لا مشى النبي سفيان جابر قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الرقى فجعلوا امر بن عزم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انه كانت عندنا رقيه النر دوبن برد دوا تكاجرا تجوير انا ولا نوجه وانك نهيت عن الرقى قال فردوا عليه رسول الله في جل فقال ما أرى بأسا أبو وارور كاتنا تنكره منكم ينفعه فلينفعه يدو جنجتو باب لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك حدثني أبو طارق بن أخبرني ما في سالين أن عبد الرحمن بن جبير النبي أنا وفي بن مالك الأشجعي قال كنا نرقي في الجاهلية فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك فقال أريد ولي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار ذكري ريون مولا أنت ذكري انتني ولا ستاتي برا حدثنا يا ابن آيتني أخبرنا وشيء من النبي بشر النبي المتوكل النبي سيد الخدري أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بهي من آية إلى ربي فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راك فإن سيد الحي لديخ أو مسافر فقال رجل منهم نعم فأتى وفرقه بفاتحة كذا فبرأ الرجل فأوتي قطية من خنم فأبى أن يقبلها وقال وقال نجينا ميتون لا نخن حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله ما ركيت إلا في هذه الكتاب فتبسم وقال وما أدريك أنها رقية ثم قال خذوا منه واضربوا لي بسهم معكم حدثنا محمد بن شهر وابو بكر منافق كلاهما عن خضر بن محمد بن جعفر عن شعبة عن ابي بشر بهذا الاسناد باتي شعبة قول درسا ابي بشر خانز درس شعبة قول درسا ابي بشر قدم دوبة ولا وقال في الحديث فجعل يقرأ أم القرآن فاتحتنا قرأوا السنة ويجمع بزاقه ويدفل جيت تبا فبرأ الرجل لم يجوز وفي جلالة وحدثنا أبو بكر النبي وحدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام بن حسان أم محمد بن سيرين أخي معبد بن سيرين النبي سيد الخدري قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد ليل دمين غندخناتو سليم جت دمين دي غندخنا فيك بيت تفاولا فكنا جن لديخ جت معنان لديخ سليم تكاو مكان سا سليم تي لدي خني كني نمي قال فيكم من راك إذن كيس نمني والله ننجرو جت فقام رجل منا ما كنا نظن يوسن رقية فرقه بفاتح الكتاب فبرا فأعطاه غنما وسقونا لبنا فقلنا أكنت توسن رقية فقال ما ركيت إلا في حفظ الكتاب قال فقلت لا تحركوها بكال سوسي ناجي حتى ناتي النبي صلى الله عليه وسلم فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية أقسموا واضربوا لي بسهم معكم وأدني من سنة أدنى وابن جرير حدثنا هشام بهذا الإسناد وهو باتي وابن جرير قرأ
ذاتي يزيد بن هارون قرأ خير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه إسا خيان ننتان جن برقية دوا قرأ جيتشت الليلة لا باب السيبا بودي يده على موت نابنهم خشك ويتون متاتي تكاو خيان نمجين باب السيبا بودي يده على موت الألم مع الدعاء ربي تخرجوا دي أركات شرخاون جالة مما حدثني أبو طاهر ورمتني قال أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن شهاب أخبرني نافع بن جبير بن عثمان بن أبي العاص الثقفي أنه شكا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء يجد في جسده منذ أسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع لك الذي تعلم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وهو حاضر. باب التعوذ من الشيطان الوسوسة في الصلاة. حدثنا من خلف الأقبالي حدثنا عبد الله عن سيد الجريري أنا بالله أن عثمان بن بلاس أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي دوب شيطاننا بقراءة صلاة يجد إجارته قراءتي يجد إجارته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصر رسول جنين ذاك شيطان يقال له خنزير شيطان تكو خنزير خجنيني جنين فإذا أحسسته وقول قرت شيطان سن فتعوذ بالله منه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صلاة مخيص لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جي جنين واطفل لا يسارك بتاخذ تقصدي في جنين قال فعلت ذلك فأذهب الله عني ربي لك سيدنا الراو في لا صلاة خيسة تتلوفي أكني قرأت نكراني بكتر قلبي سا خشيسا صلاة سيرنا قلبي خشيسي أكس قول ينين نمي تقوم صلاة خيسة يو ربي مغنفتي يو يتلي توفي يمان كابو جيتو حدثنا هو محمد سنة حدثنا سالم بن مهنا حدثنا بكر بن بشر حدثنا ابو سامة كلاهما عن الجريري عن ابي العلاء عن عثمان بن ابي العاص انه اتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله فذكر انا كلا جلقايا مثلي دو بغر تريبو جلد بريجيتو ولم يذكر في حديث سالم بن ثلاثا وحدثني ممر بن عبد الرزاق بن سفيان سيد الجريري حدثنا بن عبد الله بن الشخير عثمان بن ابي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله ثم ذكر بمثله ثم ذكر سفيان قوتما سميسون كلا جلقايا باب لكل داء دواء واستباب التداوي دواء قريتون جالة مماس حدثنا هارون بن معروف وابو طاهر واحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو وهو من الحارث انا عبد ربي بن سيد النبي انا ابي الزبير عن جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل داء دواء فاذا اصيب دواء الداء برا باذن الله عز وجل. حدثنا هارون بن معروف وابو طاهر قال حدثنا ابن وهب اخبرني عمرو ان ابو كريم ان عاصم بن عمر بن قتادة حدثه ان جابر بن عبد الله عاد المقنع ثم قال لا أبره حتى تهتجم أنقات خبتوا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء خبا قيس دواجر يلا لا حدثني نصر بن علي الجادم حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن سليمان أنا عاصم بن عمر بن قتادة قال جاءنا جابر بن عبد الله في آلنا ورجل يشتكي خراجا به آلنا مجدكو همة جوان سبب يغنى أو جراحا تكاو مدايا فقال ما تشتكي مال تاتبو قال خراج بي بل وين نبي قد شك علي فقال يا غلام ائتني بحجام فقال وما تصنع بالحجام يا أبا عبد الله قال أريد أن أولك فيه مهجما قال والله إن الذباب ليصيبني أو يصيبني ويؤذيني ويشق علي فلما رأى تبرمه من ذلك خنا رامرتو غرتي خوبو يسا خوبو ديمو رامرتو سا غمار كي قال جيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شرقة مهجم يو شيء دوات إذن كيسن شيء دوات إذن راتات خيس كيرين كجراتو تاتي لو سا خوبا خيس جرتي لغاتي ديما خيس جرتي أو لذعة بنا لا ما سي بدان غتيف لا ليسن غبين سي بدان بغبن كيس جرتي يجن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أحب أن أكتويا أن دوبة الدفاع يقبون فنو النبي قال فجاء به الجامع أكاسي كوبا داندو فني فشرطه غوخوبي كاسي دو سجن فذاب عنه ما يجد أكاسي ونين نير كسولا كاسي تراديم تفايي جنجيجو أدنى قديم سيدنا دنا عليه سن وأدنى ممر من أخبرنا ليس نبي الزبير جابر أن مسلمة استأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في جامعة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فاتيبت يا جمعة قال حسبت أنه قال كان أخاها من الرداة أو غلاما لم يهتلم حدثنا ابن أبو بكر النبي شباب أبو بكر قال يا واللفظ وأخبرنا وقال أخبرنا ابن أبو مات الله مشى النبي سبحانه جابر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بن طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه
الرقبة يجي بيد مريدك بقسم قبه. وحدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير وحدثني اسحاق بن منصور اخبرنا عبد الرحمن اخبرنا سفيان كلاهما الى مشي في هذا الاسناد باتي كلا جل خينيا ذاتي ابو معاويه جل خينيا ولم يذكرا فقطع منه عرقا إذا رامر يجون دبنا جنا وحدثني بشر مخالد بن محمد يعني بن جعفر بن شوبة قال سمعت سليمان قال سمعت ابا سفيان قال سمعت عبد الله قال رمي ابي يوم لا بلا اكحاله فقواه رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا من سيدنا سيدنا ابو سفيان جابر وحدثنا يا ابن اخبرنا ابو قيس بن ابي سفيان جابر قال رمي سعد بن معاذ في اكحاله قال فحسمه النبي صلى الله عليه وسلم نبي نقول جنا يدي بمشقص مكسان هادون جتان ثم ورمت اجازي مازني تويته فحسمه الثاني لما فاكس قبيجن حدثني احمد بن سيد بن صخر الدارمي حسمان دراس النمرتون مثلا اي قطع دم جرعه في كهله بالكي في أكهله بالكي ديغس لا كسر رايا وسون غبون الرامور يجي فاسمان لما دي يتما سكست غبي يجي حدثني احمد بن سيد بن صخر الدارمي حدثنا وهي بن عبد الله بن طاووس النبي عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم اهتجم واطل الجام اخجره واستعطى دوال فنيان نبو فتجر رسول وحدثنا الله بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن قال بكر حدثنا وكيع وقال بكر بن واللفظ واخبرنا وكيع بن مسار عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك يقول اهتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان لا يدري وادن اجره حدثنا زين بن محمد سنة قال حدثنا يا ابن سيد بن عبد الله اخبرني نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لما من فيجان فابردوها بالماء وحدثنا ابن مردنا بن محمد بن وحدثنا بكر بن شيبة عبد الله بن عمر ومحمد بن شيرين قال حدثنا عبد الله النافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان شدة الماء من فيجان فابردوها بالماء وحدثني هارون بن سيد الذي اخبرنا ابن عمر حدثني مالك وحدثنا محمد بن عبد الله بن ابي فديك اخبرنا الداق يعني ابن عثمان كلاهما النافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما من فيجان فاطفئوها بالماء حدثنا احمد بن عبد الله بن الحكم حدثنا محمد بن حدثنا شعبة وحدثني هارون بن عبد الله واللفظ وحدثنا هارون حدثنا شعبة عن عمر بن محمد بن زيد النبي عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما من فيجان فاطفئوها بالماء حدثنا بكر بن ابي شيبه ابو بكر قال حدثنا ابن نمير بن هشام عن ابي عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما من فيجان فابردوها بالماء وحدثنا اسحاق بن ابراهيم اخبرنا خالد بن الحارث وابن سليمان الجميع عن هشام بهذا الاسناد مثله عن هشام مثله باتين جميعا لا حارس المنميري ديا وحدثنا بكر بن ابي شيبه حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام عن فاطمة اسماء انها كانت توطى بالمرأة الموقوتة لا ليدان تجرت تفيدان جا فتدعو بالماء كان بدايتي بها الله خيسن نيتيك الله في كام جدت وتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابردوها بالماء وقال ان في جهنم وحدثنا بكر بن عبد الله وابو اسامة عن هشام بهذا الاسناد باتين اماس المنميري تبابو سامادا وفي حديث من نمير ثبتنا بينها درس مشام كتب رسولي بينها وبين جبيها ولم يذكر في حديث ابي اسامة انها من في ولم يذكر هشام من دب النديس ابي اسامة سر قال خيست تسين من فاي جهنم من دب النجن قال ابو احمد قال ابراهيم ندنا سن من وجه ندنا ابو اسامة في هذا الاسناد باتي حسين المبشري غوتن خالص اماس ابو كريب غوتن حدثنا ناد بن سرين حدثنا ابو سيد بن مسروق عن اباية بن رفاعة عن جدي رافي بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الهم فور دوبا ليدان او جهنم راتي اجل فابردوها بالماء حدثنا ابو النبي شيبة وامام بن سنة وامام بن عدي وابو بكر بن نافع قالوا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان النبي عن أباية بن رفاعة حدثني رافي بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأمة من فوق جان فأبردوها عنكم بالماء ولم يذكر أبو بكر عنكم وقال أبو بكر كجي قال شيء نقي يبايان نجي أخبرني رافي بن خديج أكن جي باب قراءة التداوي باللدود باب هنا جباتو دوا غلطي سيا كان قال لي افان دركيرا نما بوسون دوا سن حدثني محمد بن عبد الله يا ابن سيد عن سفيان بن موسى بن ابي عائشة عن ابي عائشة عن عبد الله بن عبد الله عائشة قالت لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله كان قال لي فينا بساخيست فاشار الله تلدوني فقلنا كراهية المريض للدواء فلما فاق لا يبقى احد منكم الا لد خير العباس فانه لم يشهدكم باب التداوي بالعود الهندي خبروش دوا غرچون وهو القسط كستي خجني نجچو كستين تنفار رموتي قربچو جچو بر قربچو جني قريه تكتا
بدأ جرتسين بدأ وليتنا آية حدثنا ابن التميمي وابو بكر بن ابي شيبه وعمر الناقد زيد بن ربيع وابن ابي عمر واللفظ لزيد قال يا اخبرنا وقال الاخر حدثنا سفيان بن الزهري بن عبد الله بن عبد الله بن مقيس بنت ميسن اخت عكاشه بن ميسن قالت دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطعام وبال عليه قال ودخلت عليه بابن لي قد علقت عليه بالأزرة والله قال مريت آية قد علقت عليه dhugaa isarraa rigee jechuun isarraa rigeen waan laagaadha akkana jechuun waan laagaarraa mureetiin mucaa tokkanii waan laagaarraa mureetiin isarra seenee فقال علامة تزغرنا maaliif ijoollee teessan cinqitan je yaa zalalaaki hookaa tanaan أولادكم بهذا عليكم بهذا الودين kabaruus kanatti godhaa je فإن في 7 أشفية dawaa torba keessa jiraa je منها ذات الجنب sunirraa kun huquuqaadha jan يسعة ammaas funyaan hin buusuu godhama jan من العنزرة waan laagaarraa zeetu manjisanii dhabitti godhan takkaa bishaan manjisanii dhabitti godhan goggoysee ol deebisa jechuudha. ويولد من ذات الجنب وقال رامو أفانين اتبوسا جن وعدني حرمة بن أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس بن يزيد بن شهاب أخبره وقال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن وقال يجو ورا سكنة كنا كنا مدير خنا لا أكل ليس يعني من أخي ما أكل ليس يوغنا زيت ما ولي جسنيتي أفني أفانين دبي تقولن قط إيش ما قول إدو كان أمنا كأنه هو أنت أنا منو بير آية أن أم قيس بنت محسن guddaa isa akkasuma xiqqaas amma ijoollee xiqqoos akkasuma bishanii torreessanii bareechanii uumaan akka jiruutti hin dhabitti godhan ichum goggoisa ol deebisa namitti lagee hin jiru bara أن أم قيس بنت محسن وكانت من المهاجرات إسي ورا قرتي درا قدان الرأي بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخطب وجهة من آد بني أسد بن خزيمة قال أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبلغ أن يأكل الطعام وقد علقت عليه من الأجرة قال والله قال رامور إنجتان علقت خمزت علقت جتون إيه خمزت هوكين فهي تخاف إسين سوداته أن يكون بي عذرة والله قالت تو قرتي وما كان هو إتلال قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تزغرن أولادكم ما ليف جولة إذا كانت كتني هو كاتنا جنين عليكم بهذا الأودل كبروش كانت تقول أجل يعني بالقسطاس فإن فيه 7 أشفية منها ذات الجنب قال بيد الله وأخبرتني أن ابن ذاك بال في حجر رسول الله فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنداه ولا بوله ولم يغسله غسلا باب التداوي بالحبة السوداء حبة السوداء دواء ولجو حدثنا منور من المهاجر أخبرنا ليس عن وكيل عن ابن شهاب أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسيد بن سيب أن أبا هريرة أخبرهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام والسام والموت والحبة السوداء الشنير شنيز تجاني جيتشو أبانا ربات أبا السوداء جمع وحدثنيه أبو طاهر وهل مرة قال أخبرنا ابن وابن أخبر يونس عن ابن شهاب السيد بن سيد النبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا كل النبي شبه أمر الله كزيب بن ربي وابن نبي عمر قالوا حدثنا سفيان بن يونس وحدثنا عبد بن حميد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا مامر وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا أبو اليمان أخبرنا شعيب كل من الزوري النبي صلى الله عليه وسلم النبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أقعيل باتي كل جل خينيا بزيادة سوق لما في حديث سفيان ويونس الحبة السوداء ولم يقل الشنور جنة شني جنة وحدثنا يا ابن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن جرير قالوا حدثنا اسماعيل وابن جعفر ان الله يا نبي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من داء الا في الحبة السوداء وكل تكو انتان جنوا بالسوداء خيستي منه شفاء دوان الراجرات تمليا الا ساما دو امل ابا السوداء وهم تبو دوجتو ونسين دوان تاني بدو بيچادا مالغا هن چفت صدقي لا برباچسا ونتون دو جنة فرنما حرمنا هن دو بر نمنا هو وني ملكاون كي سخنا بيخا اما مني كريسانا هن يودانا ريخنا تغنته دو جنة فرتلسان دو متاف خيني هن نشكتو وني قلت قدا دوات لما قلت تقول قنين وانا مش كبر ان صدق صدقي تنكم نجيچو چرب الله جري